تخيل نفسك مسافر بلد جديدة، وبدل ما تلاقي مكرونة وكبسة أو كشري تلاقي طبق فيه سمك متعفن، أو بيضة فيها جنين كامل. تصدق إن فيه بلاد معينة الأكلات دي مش بس موجودة، دي كمان وجبات شعبية بيفتخروا بيها. النهاردة في دماغ تانية هنتعرف على أغرب 5 أكلات في العالم. بعضها ممكن يديك فضول تجربها، وبعضها يخليك تقول مستحيل أفكر أدوقها. يلا بينا نشوف الأكلات الغريبة حول العالم. أولا، طبق هاكارل في أيسلندا. طبق تقليدي معمول من سمك القرش المتعفن، بيتساب شهور مدفون تحت الرمال عشان يتخمر ويتخلص من السموم. بعد ما يطلع بيتعلق في الهوا شهور تانية عشان ينشف. النتيجة ريحة قوية جدا لدرجة إن السياح بيغطوا مناخيرهم قبل ما يقربوا منه. ومع ذلك الأيسلنديين بيعتبروا هاكارل رمز لفخرهم القومي وموروث تاريخي. 2. أكلة سور سترامينغ في السويد. علب فيها سمك رنجة مخمر لدرجة التحلل. لما تفتح العلبة الريحة بتنتشر كأنك فتحت مجاري قديمة. بجد. الغريب إن السويديين بياكلوها عادي جدا مع بطاطس وبصل وخبز مسطح، لدرجة إن في ناس بتعمل تحديات على اليوتيوب لفتح العلبة وأكلها، بس قليل اللي بيكمل التحدي. نروح لوجبة فوجو في اليابان، واحدة من أخطر الوجبات في العالم. فيها سم قاتل اسمه تيترو دوتوكسين، أقوى من السيانيد ب1200 مرة. سمكة النفاخة أو البفر فيش. أي خطأ صغير في تنظيف السمكة يعني موت محقق خلال دقايق. الشيف اللي بيحضرها لازم يتدرب سنين وياخد رخصة خاصة. ورغم الخطورة، الأكلة دي مطلوبة جدا في اليابان، والسائحين بيدفعوا مبالغ ضخمة عشان يجربوها. الفلبين. أكلة البلوط، أكل شعبي بيتباع في الشوارع لكن مختلف عن أي أكل شوارع تاني. بلوط عبارة عن بيضة بط. طيب ما البط عادي، بس البيضة دي بيبقى فيها جنين شبه مكتمل، بيتسلق ويتاكل بالملح والفلفل. لما تكسر البيضة بتلاقي كتكوت صغير بجناح وريش بسيط. بالنسبة للفلبيين ده بروتين ممتاز ومصدر طاقة، لدرجة انهم بيقولوا لو ما اكلتش بلوط ما عشتش الفلبين صح. ايطاليا. كاس مارزو، جبنة غنم تقليدية من جزيرة سردينيا، بس مش زي اي جبنة لانها بتتخمر بوجود ديدان حية. الديدان بتفضل تتحرك جوه الجبنة وهي بتتقدم للأكل. بالنسبة للإيطاليين بيقولوا إن الطعم بيبقى أقوى وأغنى بكتير من أي جبنة عادية. المشكلة إن الاتحاد الأوروبي حاول يمنعها رسميا بسبب خطورتها، لكن السكان المحليين لسه بياكلوها بسرية لحد النهاردة. المثير للدهشة إن كل أكل من دول عند ناس معينة طبيعي جدا، زي ما عندنا أكلات لو شافها أجنبي ممكن يستغرب برضه. السؤال بقى، لو انت تقدم قدامك طبق من الأكلات دي، هل هتجربه عشان الفضول ولا هتهرب وتطلع تجري؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الغرايب والعجايب من دماغ تانية.